لو انتوا زي حالاتي كده وبتحبوا دايما تنقنقوا وتاكلوا حاجه كده تتسلوا فيها مع كوبايه الشاي، هنعمل النهارده بقى فطاير سهله جدا من غير تخمير، تعمل في الطاسه او في المقلاه من غير فرن وبدون لحوم، وطعمها ألذ من الحواوشي كمان. 3 كوبايات ونص من الدقيق، نص معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من اللبن البودره، نص كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من الزبادي، ومعايا كوبايه من الميه الدافيه هضيفها بالتدريج واحده واحده ونعجن بيها لحد لما العجينه تتلم معانا. بعد كده نعجنها لمده 3 دقائق ولا حاجه لحد لما تنعم ويبقى شكلها كده. هنحطها في طبق مدهون بالزيت ونغطيها بالزيت ونسيبها ترتاح 5 دقائق. ومعايا بصلايه دبلتها في ربع كوبايه من الزيت، وبعد كده حطيت عليها شويه كرات، لو مفيش كرات ممكن بصل اخضر، لو مفيش بصل اخضر يبقى خلاص. اول ما يتبلوا وينزلوا ميتهم كده نحط عليهم بطاطسيتين متقطعين مكعبات ونقلب. بعد كده نحط ملح وفلفل اسود، نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من السماق، ربع معلقه صغيره من الكمون، لو مفيش سماق الغوه، لو في بهار مش موجود الغوه. نحط شويه ميه بقى ونقلبها ونغطيها بقى ونتابعها كل شويه لحد لما تستوي وتبقى طريه خالص زي ما انتم شايفين كده. بكور العجينه واشكلها على شكل قرص كده واحطها في صينيه واسيبها علشان خاطر ترتاح. ونبتدي باول واحده احنا بططناها ونبتدي بقى نفرد فيها بالنشابه او بايدينا، وبعد كده نحشيها بحشوه البطاطس بتاعتنا ونقفلها ونسيبها ترتاح لمده 10 دقائق قبل ما نفردها تاني. ممكن تحشوا باي حشوه انتوا عاوزينها، ممكن تضيفوا جبن او اي حاجه. نبتدي بقى نفرد فيها بالراحه كده اهوت، يعني ما نضغطش عليها جامد عشان خاطر ما تفتحش معانا. ممكن بايدينا مش لازم برولينج بين. طاسه فيها شويه زيت ونحط فيها بقى الفطاير بتاعتنا على نار هاديه خالص لحد لما تاخد لون من الناحيتين، تاخد لها 3 4 دقائق على كل جانب وبس كده.